صبحي كان كل شويه عمال يبص لي ويقول لي انت بتشوه في صوره الناس، فكنا الناس مضطهديني بشكل مش الطف حاجه، فكانت بيئه المجال اللي احنا فيه ما كانتش الطف حاجه بصراحه. عايز اخص بالذكر يا عبوز، وانا حسيت ان انا وانجي وكارن في حته وعبوز في حته ثانيه ومأخرنا ويعني انا شكيت انه القاتل في وقت، يعني ده حاجه متعبه بصراحه. مساء الخير واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده منورنا استاذ صبحي الجيل اخويا مستر ابوس. يعني صبوح، انا اخترت ان احنا الحلقه دي ماشي لازم تبقى تحدي بسيط، تمام ماشي ان احنا نشوف هل هنقدر يعني ان احنا نحل الالغاز اللي موجوده معانا النهارده ولا لا. انا عايز اقول لك ان لازم دلوقتي اهل المتوفيين احنا مش متوفين على فكره والله. لا انا ما بجيش الا بجرائم قتل سوري. معانا كارن وانجي عشان نحاول ان احنا نحل النهارده. جبنا خبره يعني نخبه، انا قلت ايه خبره؟ مش عارف. نخبه من محللين الجرائم اللي هنحل النهارده. يعني استاذ صبحي معروف كتير جدا في الاسترامات بتاعته ان هو يعني اكيد طبعا. فكرة اللعبة ان احنا محققين بنحاول نحل القضية، ومعنا شوية أدلة بتحاول إن هي تساعدنا عشان نحل الألغاز اللي هنعدي عليها طول مشوار الفيديو، عشان في الآخر نحل اللغز ونعرف مين القاتل. مساء الخير، انا عبوزو صاحب القناه واكيد احسن محقق هيجي عشان اطبل لنفسي وكده. انا انجي ابراهيم ستريمر، والنهارده المحققه انجي ابراهيم. انا احمد صبحي الشهير بصبحي الجيل، والنهارده انا المحقق صبحي، وان شاء الله هنكتشف وهنجيب حق آية ان شاء الله. انا كارن الجيل، وجايين نحل مين اللي قاتل آية. بص يا صبوح، بسم الله الرحمن الرحيم. القضيه انت معاك برضه الورق هو ماشي. ممكن استثمار العربي الاوروبي. ماشي. بص في ورق كتير عندي وعندك، اوكي، ونص بتتكلم بالانجلش، نحب ان نشيد بالانتاج عشان صرف. انا بصراحه احب اشيد انا كمان، وفي كلام وورق عليه اناناس وشغل ورق نجيبه في الكادر. بص الاناناس ومتقطع وبتاع ده احنا جايين نتذلل. طيب بص، نبدا بالورق الصغير ولا الكبير؟ بالقضيه نفسها بالظبط. انا عايز افهم الملابسات. بص شفت الكلام البروفيشنال بتاع هو المحققين. النيابه هنا في كده قضيه بلال الصرفي. ده دفعه 2008. اتفضل يا استاذ. سياده المحقق، ازيك؟ بقالنا كتير ما اشتغلناش مع بعض، 3 سنين مش كده؟ على قد ما بكره اطلب منك مساعده، على قد ما بحب اشتغل معاك. انا بقالي 17 سنه بشتغل الشغلانه دي، شفت كل اللي ممكن تتخيله، لكن لسه في مناظر بتطير النوم من عيني، زي مشهد مساله اقتصاد ممسوح نص ارقامه بسبب الدم. ايه مساله اقتصاد؟ ايه ده؟ ايه مساله اقتصاد؟ درس عربي. انا مش فاهم بجد اللي انت انا قلت ان احنا في سنتر، اقسم بالله. انا قلت مش جريمه قتل، ده احنا عندنا فاينل والله. ايا كانت المساله ايه، اكيد ما كانش حلها 27 طعنه، يبقى كده قتل. زي يبقى انا كده جيت في المكان المناسب. انا كده في مكان 27 طعنه. نكتب ولا احنا مش محتاجين؟ لا نعرف 27 طعنه. ماشي، اكتب لنا 27 طعنه بالله عليك انت يا كريم. 27 ايه؟ طعنه 27. لا مش مشكله. لا هي مشكلتها في الطعنه مش في 27. الطعنه دي يعني ستاب غرزه. اجري هتفهم. طعنه ما كانتش. مش عارف، ممكن انا اللي كبرت وقلبي ما بقاش حمل الشغلانه، خايف اخش مسرح الجريمه في مره اشهق للفريق من الخضه. يعني ايه؟ هو ده اللي هيساعدنا في حل القضيه. ده هو اصلا عايز داخل يعمل ملوخيه يعني، مش داخل يحل قضيه. سمعت عن القضيه دي؟ كل ايه جورنان دي؟ يعني كل جورنان يا جماعه، ده احنا انا حاسس ان كان لو قرط من العربي حطها كده برضه. كل جورنان في اسكندريه بيتكلم عنها، رغم اني بكره الجرايد المبتذله دي جدا. ممكن اقرا الورق اللي بيتلف فيه الفلافل وما اقراهاش، لكن لازم اعترف بيعرفوا يطلعوا بعناوين تشد. صحافه صفراء. فتاه شقه سيدي بشر، فتاه تجاره، وفاه فتاه صاحبه الصوره المسربه. طب ثانيه، في معلومه مهمه احنا عايزين نعرفها، ان البنت اسكندرانيه من سيدي بشر وفي تجاره. لا فتاه ده بيقول لك العناوين اللي بتبقى في الجرايد المبتذله اصلا. ما تكتبيش حاجه بالله عليك. طب احنا نمشي. انا شايف ان اول ورقه هينجي تمام قوي كده لوحدها. احنا بنضيعنا من بعض، احنا وسائل الهاء. هو في عامل مشترك انها فتاه. صح.
عشان كده انا اتلخبطت. انا عارف انك ما بتقراش الجرائم الحقيقيه دي لانها مهما كانت مثيره الضباط بيحللوها بملل مش باهتمام وهوس بالتفاصيل زيك، وعشان كده انا بطلب مساعدتك في تفاصيل كتير في قضيه آية الصاوي، وانا متاكد ان الحل قدام الناس قدام عينيا. هي دي قدام ادام. الحاج عايز درس عربي والله. ومش عارف اوصل له، عمري ما بعرف ارتب افكاري في الكتابه. واخد بالي. لو ما كنتش غيرت رقم تليفوني كان زماني حكيت لك كل حاجه وخلصت. والله تصدق صح، احنا كنا سيبنا رقمنا وخلصنا بالليله دي وكان من التليفون وخلاص. ايه اللي اكد لي انك ما غيرتش عنوانك كمان وان الجواب ده هيوصل لك اصلا مش عارف. يعني ده اصلا جواب، ده جواب مبعوت لنا واحنا اوكي ده انا قرب اهتمام بقى. ايوه ماشي، خليني اكلمك عن قضيه آية الصاوي. نخش بقى في الموضوع المهم بقى. يعني اسمها ايه؟ اسمها آية الصاوي وفي العشرينات من المنصورة. اي حاجه لازم نبدا. لا معلومات مهمة دي على فكرة. صح. هي في العشرينات من المنصورة بلدياتي، سافرت اسكندرية وهي عندها 18 سنة وسابت البيت بعد وفاة أهلها في حادثة. يبقى أهلها كمان ميتين في حادثة، يبقى هي إيه عندها غالبا تروما من فقدانها لأهلها، فغالبا هيبقى القاتل حد كبير في السن. دي سوابق ودخلت السجن. لا اصلا هو اهلها في حادثه بقى وفاهم والليله وكانت بتخش السجن كتير انت بتفتري على البنت وهي ميته. انا محقق شرير فشخ. انت جاي تسوي سمعه البنت كده مش جاي تاخد حقها. هو الورق ده كان ماشيني كده، انا كنت حاسس ترابط الاحداث ماشيه بالنطاق اللي انا شايفه. الموضوع ما كانش معايا ان انا ضد حد، انا محقق جاي اشوف شغلي واكل لقمتي واتكل على الله، فباخد بالورق اللي موجود لي. الورق كان ماشي بنفس الشكل اللي انا بقوله. يوم الجمعه لقاها البوليس مطعونه 27 طعنه في بيتها. بيتها ده اللي هو فين؟ في اسكندريه. وده في المنصوره. رجعت المنصوره اتطعنت وجت. بس اهم حاجه ان هو يوم الجمعه. ده يوم مهم فعلا. صحيح. زي ما هتشوف في التقرير الطبي، بعد 4 أيام من موتها مش عارف انهي اسوأ. الناس كبار، الاجداد اللي عندهم عيله وقرايب ويتعلموا يفتحوا فيسبوك واتساب عشان يكلموا عيلتهم، وفي النهايه يموتوا لوحدهم ومحدش يعرف. ده جاي ما يبكينا. محدش يعرف غير لما ريحتهم تطلع. احنا هنا. انا اسف والله. ولا لما بنت صغيره عندها 20 سنه تتقتل ومحدش يعرف عنها حاجه الا لما ريحتها تطلع. عندها 20 سنه؟ لا، في حاجه اهم من ان هي عندها 20 سنه. هي كده انهم اكتشفوا الجثه بعد 4 أيام من موتها. عارفه بقى بيحددوا ازاي عدى كام يوم على الموت؟ لا، حاجه مقززه جدا مش عارف اقولها ولا لا. بيكون يرقات في الجسم بتاع المتوفي، وحسب عمر البويضات واليرقات اللي اتكونت في الجثه بيعرفوا كده الجثه دي توفت من قد ايه. محقق. كل فيديوهات التحقيق اللي انا شفتها هتطلع عليكم النهارده وربنا. طبعا انا استخدمت كل معلوماتي وخبراتي في الفرجه على افلام قتله متسلسلين عشان استخدم المعلومات دي النهارده واقدر اعرف حل الجريمه، وربنا يكرمنا والمعلومات دي تطلع بفايده ان شاء الله. هي الوحيده اللي تعرف مين اللي قتلها، اللي حاول ينكر ريحه الموت بازازه برفان متكسره على راسها. هو مش لازم على فكره. ايه الغباء ده؟ هو ايش عرفه ان ازازه البرفان هي اللي بيداري بيها الريحه ما قتلهاش بيها؟ صح. ما هي ميته ب 27 طعنه، هي ازازه البرفان دي هي اللي موتتها. يا جماعه حد يمشيه بالله عليكم. انا حاسس القضيه بتصعب بسببك انت والله. برفان على راسها. ما تكذبيش المعلومه دي، صدقني مش مهمه. سيبك منه. لو تلاحظ القضيه دي مخلياني مش محترف وواخد الامور شخصيه، علشان هو امال احنا واخدينها ايه؟ مش عارف هو اشمعنى دي اللي شخصيه. هو ملان. اوكي. هو يعني عشان هو واخد الموضوع شخصيه ومش قادر يفصل مشاعره عن القضيه لسبب لا يعلمه الا الله، فهو محتاجنا احنا. شكله هو القاتل. بحب البلوتات دي قوي والله، كتير. الظابط هو القاتل. والله ده وكيل نيابه ومظبط. ده وكيل نيابه. ماضي تحت اهو بلال الصرفي بيه. انا مش هطول عليك يا محمد. محمد مين؟ ماشي. هو قال يا محمد؟ والله اهو محمد.
طب يا جماعه القضيه دي مش لينا والله. في الصندوق ده هتلاقي كل حاجه متعلقه بالقضيه، الشهود المشتبه بيهم واقوالهم، تقارير الطب الشرعي، سجلات التليفونات. وما اعتقدش نسيت حاجه. انا عارف انك هتقدر ترجع حق آية علشان انا عارفك مش هتستحمل ما تحلش اي لغز قدامك. لو احتجت حاجه كلمني، لو اني عارف اني مش هحتاج انك مش هتحتاج عجوز قلبه تعبه زي سلام. طيب تحب نبص على الادله الاول ولا نخش في الورق؟ لا انا شايف ان احنا نقرا الورق الاول، صح نرسم صوره كامله وبعدين نخش في الصوره هنلاقي بقى تفاصيل بناء على اللي احنا قريناه. صح. انه في يوم الخميس الموافق 18 يناير ثانية سنة واحدة. 2018. ايوه تمام. 18 جان 2018 ده المحضر اليوم اتفتح. اللي اتفتح فيه المحضر. فتح المحضر شركه ميته بذلك- جمعه وبعدين قعدت 4 ايام ميته. طب يعني ليه كده- بقى؟ هي ماتت جمعه وبعدين 4 ايام عبال ما اكتشفوا الجثه. انت يعني كده كده بتتكلم في لا بس 14 يناير. هم لقوها يوم الجمعة ولا ده كده ولا الجمعه ده ماتت؟ صح والله هنعرف أيوة. احنا ليه بنسبق احداث. انا اسف انا اللي حمار. فتح المحضر بذلك تم العثور على جثة فتاة في منزلها بحي سيدي بشر ابلي في العقار 6 شارع محمد نجيب سيدي بشر ابلي من قبل حارس العمارة بعد شكوى الجيران من الرائحة النفاذة المنبعثة من شقتها. وتم محمية أوي. اسمه محمية أوي. سيد القاضي. انا بحب قوي اقرا الحاجه زي ما هي بالظبط باللغه العربيه، مش عارفه ليه قعدوا يقولوا عليها محاميه. وتم الاتصال بالشرطة وأعلنت الشقة مسرح جريمة وحضور فريق من المعمل الجنائي للتحقيق في أدلة بقيادة المحقق كريم الحسيني. مش مغني كريم الحسيني ده؟ ده والله ممكن. لا. على فكرة هو يعني أكيد مش هيحط أسامي بجد. ومن المعاينة الظاهرية للجثة ومدى انتفاخها وقوة الرائحة وجد أن القتيلة تعرضت لعدة طعنات منذ بضعة أيام. وتم إحالة الجثة للطبيب الشرعي لتحديد سبب وموعد الوفاة. وبالتفتيش وجدنا بطاقة المجني عليها وتدعى آية الصاوي وهي في 21 من عمرها. ومش كان قايل 20 سنة؟ هي في العشرينات يعني. ماشي. الراجل برضو بعت لنا جواب مش لازم يبقى على صورة البطاقة. طالبة في جامعة الإسكندرية وهذا ما أكده حارس العمارة والجيران إمضاء بدال السر. ماشي. يعني المحضر 18 يناير. طيب. 2018. مفيش حاجة لسه متلاقيش. العنوان يعني عندها 21 سنة 21 6 شارع كل سنة محمد 60. نجيب. لفوزي بلال ده أكيد الحارس بتاع العقار صح؟ حارس عمارة المجني عليها. والله جامد. بص هقرا الأسامي كده بقى مناهد دي أكيد هتطلع واحدة من الجيران. جارة المجني عليها والله العظيم بقرا الاسم بس. عبده السيد ده أكيد بقال. ما هو بقى احنا العمارة اللي هي هو اللي الوفي صاحب محل بقلة. تمام. اوكي والله العظيم جامد. انت هتخلص الدنيا في ثانية دلوقتي. ما تقيتها شويه يا عم. خدنا معاك. بيقول لك الشاهد الأول فوزي بلال. ماشي. 75 سنة حارس عمارة. 57 سنة. تعال انت هتكبر الراجل واحنا قاعدين. ده يبقى في حد يعمل حاجة وهو بواب ده. يا جماعة حد يمشي بالله عليكم عشان نعرف نوصل للقاتل. عارف والله هتطلع انت القاتل وبتتوهنا. فوزي بلال 57 سنة حارس عمارة المجني عليها مقيم العوايد شارع عزبة نصر طريق البكاتوشي الإسكندرية. عشان ما تعرفش توصل له لو طلع اول قاتل. أكد الشاهد الأول فوزي بلال حارس عمارة 6 شارع محمد نجيب في سيدي بشر أن المجني عليها لم يتردد أي رجل على شقتها التي كانت تعيش بها بمفردها ولا يتردد عليها سوى صديقتها وقريبتها الوحيدة المنتقبة. مارك يا ابني مارك هولد هنا. مارك هنا. ماشي. في واحدة صاحبتها بتطلع لها دايما بتبقى ايه مغطية وشها فممكن يكون القاتل طلع وهو لابس منتقبة. امسك اللي تزورها كل كام يوم. من الصعيد. انا مش عارف ايه حاسس ان انا هقول كلام هسوق بيه سمعة آية. تفتكر آية مثلا صاحبتها المنتقبة دي كانت مثلا واحد على علاقة بيه بس خايفة على صورتها في المنطقة فكان بيروح لها منتقبة. بتكلم جد والله ممكن. بس انا كده بقى بخوض في عرض واحدة ميتة صح؟ هي مش حقيقية. بس ميتة. هي مش حقيقية بس ميتة برضه يعني ده رمي محصنات ده كباير يا باشا. الشاهد الثاني ناهد راشد 63 سنة جارة المجني عليها برضه المقيم برضه في نفس الشارع. وشهدت بضمان شهادة سابقتها
يعني زي ما الراجل مضمون. البوال اللي هو نفس شمت نفس نفس الريحه يعني، وكان بيطلع لها 2. الشاهد الثالث عبده السيد 47 سنة صاحب محل بقالة وشهد برؤية المجني عليها تتشاجر مع شاب من بضع ليالي، وكان الوقت متأخر، وكان يحكم قبضته على ذراعها ويجرها منه قبل أن تفلت من قبضته. مش حركات رجالة دي. لم يتعرف على الشاب لكنه رأى عدة مرات يحوم حول العمارة ويجلس بالقهوة على أول الشارع، وتفاجأت المجني عليها من رؤيته آخر مرة، وكان هذا سبب الشجار. تمام، يعني كده في ممكن يكون البقال كده قال ان في كده غالبا الراجل ده استغل فرصه ان في حد محاجه منقب بيطلع في كده البقال شاف في واحد ماسكها كده وبيجرها وبس كده عشان مؤاخذة مستر عبوز على عنف الاسري اللي انت تعرضت له انت ده. هتعمل كل الحركات فيه يعني ولا ايه؟ وال27 طعنه والله استنى، امال الاقلام دي انا هستخدمها فين؟ الشاهد الرابع سارة عمر يا عم والله هيطلع هو القاتل. سارة عمر 20 سنة، طالبة بكلية تجارة إنجليزي جامعة الإسكندرية، شهدت برؤية المجني عليها تبكي بعد الخروج من مكتب دكتور محمد نصر، لكنها لم تسألها عن السبب لأن لم تكن لديها أي علاقة بالمجني عليها، فقد تعرفها من الكورس. ما ممكن يكون عادي سقطت في المادة يعني. هي دي معلش دكتور محمد نصر. دكتور محمد نصر ده كارم بقى ايه؟ اعمل لي كلوز. ايوه افتح لي الكادر كده على الكابتن محمد نصر ده بالله عليك، اكتبي دكتور محمد نصر نحطه كده في السسبكتس. بس ممكن يكون شالت المادة مثلا. ماشي، بس احنا كلام الشاهده لازم صح ده بقى بدايه خيط لازم نمشي وراه. احنا كده نعرف ان هي طالبه بكليه تجاره انجليزي يعني. لا هي كانت في كليه لا طب جامعه اسكندريه في هنا اهي. لا هو دي اهي هو كاتب هنا طالبه في جامعه اسكندريه فقط، ما قالش في انهي كليه. انت وديتها طب ازاي؟ مش عارف تعبان ولا حاجه عايزه تعالجك؟ انا سمعت طب. يبقى هي كده كليه ممكن تكون تجاره انجليزي. ماشي. الشاهد الخامس مي ابراهيم 20 سنه، طالبه بكليه تجاره انجليزي جامعه اسكندريه، شهدت برؤيه المجني عليها تتشاجر مع اسلام البحيري صديقها عده مرات بالجامعه. اخر شكار قام بقلب ايه ده عنيف فشخ، قام بقلب الطاوله وكان عنيف جدا، لكن قامت صديقتها سلوى بتهدئته. احنا كده هنتلبخ في يعني ده في ناس كتير قوي بترجتنا. اتخانقت معاهم كده الدكتور ده خلاها معيطه، وفي واحد مسكها من ايدها، وفي اسلام البحيري ما نعرفش اسلام اللي مسكها من ايدها، ممكن يكون اسلام. لا الراجل ايوه تصدق ممكن اسلام البحيري ده هو اللي يكون مسكها من ايدها. هو الراجل البقال ده قال ان هم اتخانقوا ليه؟ عشان كان بيحوم حوالين البيت. بيقول لك هو بيحوم حوالين البيت بس يعني ما اعرفش ايه سبب الخناقه. الشاهد السادس خالد الزيات 21 سنه طالب بكليه تجاره برضه. كام دبلر ده؟ شهد بمضمون شهادة سابقة، وشهد حضور شجار آخر حين تجمعت الشلة في مطعم برجر. أنا مش شايف من ختم حاجة. وتشاجروا بعد أن حاول إسلام إطعامه برجر عافية. إيه برجر عافية ده؟ لأن هو برجر يعني ولا؟ وليه إسلام كان بيأكلها برجر؟ مش عارف. ممكن بيحبها كيرفي مثلا وعايزة تدخل؟ مش عارف. انا والله شايف بصراحه ان اسلام في حته البرجر دي راجل حنين يعني. انا كلهم شايفينه عنيف، بس انا شايف ان ده بياكلها في بقها يعني. يا جماعه ده حاجه راجل كويس والله. ده اللي هو لازم تشوف صوره ايه برضه عشان نبقى حاطين صوره للموضوع. في صوره الايه والله بغرض الشريف. تقريبا ده اللي هو بيبقى في الجامعات. في صوره مريبه قوي. الشنطه وتقول بس يا اسلام ويجروا ويرشوا ميه على بعض. لا دي في حته اختلط عليا الامر. هو الصور يعني لو بصينا على الصور بصه لا في واحده منقبه نازله من الشقه. دي بتشرب سيجاره يا باشا. بتشرب الست المنقبه دي ماسكه في ايدها سيجاره. ثواني هي دي ايد راجل. دي ايد راجل وفي ايده سيجاره تقريبا. سيجاره مش شايف سيجاره. ثانيه واحده عشان تقريبا اللي انا توقعته طلع صحيح. هيطلع الراجل المنتقبه دي هتطلع راجل. طب انا شايف ان هنكمل قرايه التحقيقات وبعدين الموضوع بقى يعني اللي راح المحقق صبوح راسه راح يطلع على طول كان شكله صح والله العظيم جمدان. طب ده كده اسلام برضو ده رابع واحد تتخانق معاه. لا ما هو نفس الاسلام اللي فوق. اسلام البحراء. ايوه الاسلام البحيري هو ايوه هو الشاهد الخامس والشاهد السادس قالوا نفس يعني السادس ده قال نفس اللي قالته الخامس وراح مزود لهم كمان انه ده كان اكلها بالعافيه مره برجر. ده اسلام بقى غريب قوي والله يا ريت اسلام يرتبط بيا. ثواني كده هو ده ايه ده؟ ده اسلام. ده اسلام اهو. ده وسيم الصراحه.
هو وظيفه مسؤول مبيعات القسم اكيد بيبيع البرجر ده. ماشي. دي ايه دي؟ لا دي الاي دي بتاعت اسلام يا كرم. روح معلش احنا ممكن نسكيب حاجه ولا ممكن نخلينا في الورق احسن؟ باشا اللي انت تؤمر طيب بيه. انت رئيس. اصل اللوجو ده بس انا ثانيه الحاجات دي شايف اللوجو هنا؟ في ورق عندك مطبقات؟ فرنساوي. شوف دي كده. ايوه شاتون دي لافين. بص بقى على الورقه دي. بص اللوجو. بصوا الهديه دي مني ليكي، عايز اشمها. في ازازه برفان الواد كسرها عليها عشان يا اسلام الكلب شكله الواد. استنى كده، حاسس ان دي بدايه حاجه جديده. خالد. الله مين خالد؟ مين اسلام؟ طيب هو اسلام عموما كان شغال في محل. بص كده اسلام شغال في المحل اللي هو شادو دي لا فيدا. ماشي اهو. والرساله مكتوب فيها وخالد اشترى منه ازازه برفان وراح. مين خالد؟ ما هو استني بقى اقول لك انا بقى على حاجه. ممكن اسلام بيقول لها انه خالد. فعلا. لان ليه نفس المحل اللي هو شغال فيه وهو مندوع مسؤول مبيعات. اكيد هو او خالد مثلا بيغيظ اسلام ممكن فراح يشتري من عنده. ماشي. بس في حاجه تانية ليها علاقه بالبرفان احنا برضه مش فاكرينها، ان البت اتكسر على جثتها ازازه برفان. ايوه ده علشان هو كان تقريبا بقى العصبيه. طب ممكن يكون خالد هو بعد ما طعنها 27 طعنه. انا شايف ان ياخدها يديها لحد تاني. انا شايف ان خالد جاب لها البرفان واسلام ده قفش ان خالد ده جاب لها البرفان، فبعد ما قتلها كسر على راسها البرفان اللي هو مش يعني دليل على انه خالد يعني. لا مش دليل. عارف انت اللي هو الحقد اللي هو طب مش جاب لك البرفان طب دي خلي البرفان ده ينفعك. احنا بنسبق قوي احنا كده. انا بنهج منك في الاحداث. طيب بس احنا خدنا بالنا الواد ده شغال ايه؟ خلي دول هنا. عشان كنت فاكر ان اسلام ده هيبقى زميلها في الكليه عادي. طلع عشان ما طلعش مدبلر، ده طلع مخلص بدري واشتغل كمان ما شاء الله. ظلمنا الراجل. لا هو ممكن يبقى في الجامعه وشغال. صحيح ده ابن حلال كده والله وبيساعد اهله. احنا ظلمناه. هدى البحراوي دي اخت اسلام. لا اسلام البحراوي تاني البحيري بس. هدى البحراوي دي 38 سنه، جارة عائله خالد عبد الصمد. مين بقى خالد؟ ده اللي هو بعد ده. اقفش خالد بعت البرفيوم. ده خالد عائله خالد عبد الصمد 4 شارع نجيب بالريحاني. لا ده مش التاني محمد نجيب. اوكي. في الاسكندريه. شهدت بالشكوى من شجار عالي بين عائله خالد عبد الصمد وآية في منتصف الليل باحدى ليالي شهر نوفمبر الماضي. هي جريمه القتل في يناير صح؟ اوكي. وكانت الاخرى تبكي بكاء هستيري، وانتهى الشجار بطرد سلوى. مين سلوى؟ مش يعني كده كان في حد من الشهود اسمه سلوى. ثانيه واحده. لا وانتهى الشجار بطرد سلوى آية من المنزل، واخذ الاستاذ خالد عبد الصمد آية لتوصيلها للمنزل. سلوى دي تبقى مثلا ام خالد، مش ام خالد بتاعت التيك توك، لا ام خالد اللي هو ام خالد عبد الصمد. الشاهد الثامن سالم الشاذلي 47 سنه، جار عائله خالد عبد الصمد. خالد ده مهم فشخ، لازم نكتب خالد ده عشان ايه؟ اكتبي خالد عبد الصمد يا كريم. شهد بشهاده سابقه زي ما قالت ايه هدى. الشاهد التاسع محمد مكاوي، ده بتاع تيك توك اللي بيقعد يقول لك والشاذلي لو انت عايز تصاحب بنت. دكتور مكاوي 20 سنه، طالب بكليه تجاره جامعه الاسكندريه، شهد بعدم قدوم آية الفتره السابقه للكليه بسبب فضيحه انتشار صور لها على جروب الكليه. شكل النظريه اللي انا قلتها هتمشي. ومواقع ممنوعة، وتشاجرت مع سلوى واتهمتها بنشر الصور لأنها من التقاطاتها وهددتها المجني عليها سلوى بفتح سرها قبل أن يفض الشجار وتختفي من الكلية الوضع الوقت. طيب بص بقى، سلوى دي معاهم في الكلية. ودي بنت صفرة غالبا عينها على خالد، ومتضايقة ان خالد بيحب آية وتقريبا آية اتمسك عليها صور بقى لسه مش عارفين اتمسكت ازاي، هنعرف واحنا بنقرا الشات. انا بحب الحاجات دي قوي. وفضحتها في الكليه، فآية بطلت تروح الكليه عشان انت عارف ان انا اتعرضت لحاجه شبه كده وانا في الكليه. اقسم بالله والله هبحكي لك بعدين. ده في وقت تاني بقى. كده يبقى سلوى اتخانقت مع آية بالظبط. ده الشجار اللي كانت هدى بتقول عليه. لما سلوى طردتها من البيت. طب ده كده انا مشكلتي في خالد. مين خالد؟ ما هو خالد ده بقى واخذ الاستاذ خالد ده شكله مدرس. هو عنده 21 سنه احنا معانا ان هو ده خالد اسلام اختلط عليا الامر. ماشي. عموما محمد خليل قال لك نفس الحوار برضه ان هو معاهم في الجامعه. ماشي. فاحنا كده معانا خالد وسلوى. ماشي. ده الورقتين دول خليهم مع بعض، دول اقوال الشهود كلها. ثواني بس معلش حاجه بس.
هي قالت هدى دي شجار عالي بين عائلة خالد عبد الصمد، يعني سلوى دي من ضمن عائلة خالد عبد الصمد، يعني ده ممكن يبقى ابو سلوى. لا ما اظنش لان هو مش كبير، هيجيب لها هدايا وبتاع. ممكن تبقى اخته مثلا. شوجر دادي. ده حلو ده قوي. حيث تبين لنا من تحريات الشرطة ان المجني عليها كانت في علاقة حميمة مع اسلام البحيري، ربنا يستر على ولايانا، ولكن كانت تمر علاقتهم ببعض المشاكل في الفترة الأخيرة، وتم التحقيق معه وسؤاله إذا ما كانت ترغب بوجود محامي معه، وتمت الإجابة بالنفي. هو أنا سؤالي، هو ليه بيكلموا بالمؤنث؟ لا هو دلوقتي يعني ماسكين اسلام البحيري وبيقول له انت عايز محامي ولا لا؟ ليه مش يرغب؟ هم شاكين فيه؟ ما يا ابني في علاقة حميمة بينه وبين آية، هيبقوا شاكين فيه ليه؟ هو كاتب ترغب، ما كانت ترغب، فاهم؟ يعني احنا كده طعنا في شرف الست اللي ماتت وطعنا في رجولة الراجل اللي قتلها كمان. احنا ده انت في حد تاني عايز تقل منه؟ ده هيقول لازم نتفرج على البتاع دي قبل ما تنزل، ده هيفشخنا في الايديت. بس واضح ان اسلام كان توكسيك. علاقة توكسيك. مش معنى ان آية برضو ماتت انها ملاك، بس كان عايز اكلها برجر بالعافية. ده ايه ده حاجة كويسة جدا والله. على فكرة انت لو بصيتي للموضوع من يعني ممكن هم شافوه ان هي حاجة وحشة، بس هي مثلا كانت بتدلع لا، او هو عايز ياكلها بالعافية مثلا. بس ده كان طب هقول لك على حاجة، بما اننا بنتكلم على الاكل، ما نروح نبص على السبونسر بتاع الحلقة. ده انا جاي عشان كده مخصوص. هذا هو ذوق. طب يا صبوح، اطلب بيكري سبونسر الحلقة بتاعت النهارده، ماشي؟ الناس يعني اول ما عرفت ان احنا هنحقق في قضية فقال لك ايه؟ اكيد ده حاجة تفتح نفسهم فايه. فيعني وسع لي بقى الاقلام دي ونشمر نرمي الحاجة. يا ابني بلا آية بلا بتاع، ربنا يجيب حقها اكيد. احنا هنغلب نفسنا ليه؟ كده ماتت. والله حي ابقى من ميتة كان عين العقل. شفت الخنزرة؟ بسكويتس تقريبا صغيرة. اعطيني. لا بلاش ناكلها، لا يقول لك بناكلهم بالعافية برضه زي ما خالد عمل معايا. بس دي حاجات صحية بدل البرجر. صح. عندها حق والله. الماركتنج بتاعها احسن. يعني لازم ما اخترته والله. اقيم المنتج جوسي. لا انت لسه في البرجر صح؟ لا جامد بصراحه. والله طعم بجد طعم زبده. على فكره يا جماعه انا ينفع ابقى فود ريفيور سافل عشان انا راجل اكيل. اطلب بيكري. زي اجري في زبده في طعم الباتون ساليه ممتازه والله. والبسكوت ده فيه مملح كده شويه طعمه خطير. احنا كده مش هنخلص الحلقه. احنا نرجع نشوف حق آية، ناكل اكل آية. انا شايف بصراحه ان البقسماط ممتاز. عايزين كوبايه شاي بلبن كانت تشرب هنا. ايه طبيعه علاقتك مع المجني عليها؟ انا وآية كنا بنحب بعض. ايوه كده. كنا هنتجوز بعد الكليه. اتعرفت عليها ازاي؟ انا وسلوى انا وسلوى اصحاب في ثانوي، ولما هي وآية اتصاحبوا كنا بنخرج مع بعض وفي كل حته مع بعض. يعني هي معلش انا هخرج من دور صاحبه سلوى. يعني سلوى اصلا صاحبه خالد. وسلوى دي مع آية في الكليه، وهي اللي عرفتهم على بعض، وبعد كده اصفرت منها بقى. انا عارف العلاقات دي اقسم بالله انا حافظها. قعدتوا قد ايه مع بعض؟ سنه وحبه. هل كنت بتمارس علاقات خارج اطار الزواج مع آية؟ هو متجوزها؟ ما هو خارج اطار الزواج وقال لك كنا هنتجوز. انت نسيت كلامك ولا ايه؟ انت اللي قايل. ايه؟ لا طبعا كذاب والله انت كذاب يا اسلام. انا حالف بعد اذنك. ما انت كذاب برضه يعني، حالف ما انت قاتل عادي. ما لسه صبوح. سوري انا اسف، انا بعتذر للاسلام. سوري يا اسلام. لا طبعا آية كانت اشرف من الشرف، ما كانتش بتخلينا نلمسها حتى. يعني هو حاول بس هي اللي ما كانتش بترضى. كان بياكلها. انت قذر قوي. كان بياكلها. ماشي. كانت علاقتكم عامله ازاي في الفتره الاخيره دي؟ عامله ازاي يعني ايه يعني كنتوا كويسين مع بعض ولا بتتخانقوا؟ كنا بنتخانق خناقات عاديه زي اي اتنين مرتبطين. ايه سبب الخناقات دي؟ ما بتردش عليا. ده فرهود قوي. لا ما لازم نفهم بترجع متاخر. كلمت حد. امال ايه اشرف من الشرف كده خناقه عاديه. مديت ايدك عليها قبل كده؟ ايه لا مش عارف. انتوا بتحققوا معايا انا ليه؟ انا عمري ما اذي آية. اكتر من شاهد شهد عليك انك كنت بتمد ايدك عليها وبتضربها. انا مش بضربها يا وسخ. انا مش بضربها عشان بكرهها، انا بحبها اكتر حاجه في الدنيا. طب ده يعني سوري معلش انا هضيف جمله، ده مبرر يعني في راجل يمد ايده على ست؟ وتفتكر ليه آية اتهمت سلوى؟ تفتكروا ليه آية؟ لا هتخش آية اتعمل لها هيك.
اتعمل تليفونها هاك سوري مش هي نفسها. هي اتعمل لها ديليت مش هاك. احنا ازاي بنتريق على موت الولاية؟ احنا خنازير قوي. ما ماتتش دي قضيه لعبه مشترينها من سبونسر الجيم، وهتلاقوا اللينك بتاعهم في الديسكربشن. وتفتكر ليه آية اتهمت سلوى؟ حالتها النفسيه كانت متدمره، ما كانش في وعيها، ما كانتش في وعيها معظم الوقت. انا اعرف سلوى بقى لها 5 سنين مش ممكن تعمل حاجه زي كده. بس غريبة، ردود أفعالك عادية يعني بالنسبة لواحد خطيبته أو اللي هتبقى خطيبته، صورتها كانت في كل حتة. وكنت قال لي الطريقه دي انا كنت متوقع إنك هتغضب أكتر من كده. مش يمكن آية بعتتها لحد وهو اللي نشرها؟ ها؟ بتاع آية؟ لا 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 مش ممكن يضرب الشيء ده. بس لو سمحت الأداء. ضرب التيب ترابيزه الله. مش ممكن كانت تعمل حاجه زي كده ابدا. انا كنت إيه؟ قتلتها؟ ليه انفصلت من الكليه الترم اللي فات. ده انت ليه بتقرا الجمله دي؟ معلش ما يبان. لا هو وراها بادائه والموضوع مش هنكمل. احنا عمرنا ما هنحل الكريمه دي. ليه اتفصلت من الكليه الترم اللي فات؟ انفصلت ظلم وتدمر مستقبلها. يا ابني انت اللي انا اسف انا افتكرت هي معلش والله انا انفصلت ظلم وتدمر مستقبلي بنفس الاداء. مذكور هنا انك كنت بتتعاطى ممنوعات في حرم الجامعه. يا باشا واحد صاحبي هو ليه قلب مع ديلر؟ ما دام وصلنا للمرحله دي بقى انا اجي لك دغري. يا باشا واحد صاحبنا اسمه محمد ايمن، دفعه قديمه، بيجي يزورنا ويقعد معانا ساعات. المشكله انه انفصل من الكليه بنفس التهمه دي، بس هو كان بيتعامل بيها يعني. الامن عرف انه جوه، بلغ عنه وعني عشان كنت قاعد معاه، وهو ده اللي حصل والله. كنت فين يوم الاثنين الموافق 15 يناير في فتره العصر؟ كنت في الشغل، كان عندي شيفت بدل واحد زميلي في المحل. عندك اي اقاويل تانية؟ لا احنا نستنتج ايه من المحضر ده؟ اهم حاجه كنت فين يوم الاثنين الموافق 15 يناير، يعني هي ماتت 15 يناير صحيح 15 جانيوري فتره العصر. وهو ما كانش في الشفت الطبيعي بتاعه. امال ايه فرايدي بقى؟ مش عارف والله. انا ممكن اقول حاجه. هي الولايه دي ماتت امتى؟ خميس ولا جمعه ولا اثنين؟ عشان كده اتقال 3 مواعيد مختلفه. هو ده القضيه دي المفروض ده صح. سيبك من اي ورقه. خلينا ناخد المحضر الرسمي هو اللي هناخد بيه بقى. ماشي يبقى من اي كلام تاني. يبقى هي موندي مش اللي فرايداي. لقوه فيها ماشي لقوها. يبقى 3 4 خميس ورابع يوم الجمعه. اجابه صحيحه. صح. حيث تبين لنا من تحريات الشرطه ان المجني عليها كانت في علاقه مقربه مع سلوى خالد عبد الصمد، لكن كانت تمر علاقتها ببعض المشاكل في الفتره الاخيره. ثانيه واحده. ايه هي سلوى دي ثانيه واحده. ده سلوى طلعت اسمها سلوى خالد عبد الصمد، دي حاجه ما لفتتش انتباهكم؟ طب ما انا قلت ده طلع شوجر دادي فعلا. يا متحرش. مين خالد عبد الصمد ده؟ ما قلنا عائله خالد عبد الصمد. ما هي كده سلوى طلعت بنته، يبقى ده كان ابوها. يبقى انا قلت في الاول ايه؟ ابوه. تعرفي المجني عليها بقالك قد ايه يا سلوى؟ معلش بس انا اسف. طب اشوف المحضر. اسف والله ببلع عليكي بس. انا وايه اصحاب من ساعه ما جت اسكندريه، وشفتها في الكليه السنه اللي فاتت. اخر مره شفتيها كانت امتى؟ من كام اسبوع. هل تواصلتي مع المجني عليها بعد ما تغيبت عن امتحان الاقتصاد بما انكم اصحاب يعني؟ لا. في غل في صوت سلوى ناحيه آية مخوفني. تغيبها عن امتحان نهائي ما اثارتش الشبهات؟ هل كانت معتاده تتغيب عن الامتحانات؟ لا استغربت انها غابت، لكن احنا كنا بقالنا فتره ما بنتكلمش. وكان ايه سبب الخناقه؟ آية كان عندها مشاكل نفسيه كتير. انا تعبت من محاوله التعامل معاها والمشي على قشر بيت حواليها. اتهمتني ان نشرت لها صورتها الخاصه لان انا اللي صورتها واحنا قاعدين عندي في البيت ثانيه ممكن اقول حاجه بس ملحوظه؟ ايوه. هي ليه سلوى تصور آية صور خاصة؟ أيوة لما تنزل تعمل لها فضيحة تخليها ما تعرفش تروح الكلية. ده ويرد قوي. ده ويرد قوي. دي اجندات دي. هم كانوا هو انت جاي سبونسر نتفليكس؟ لان انا اللي صورتها واحنا قاعدين عندي في البيت وبنهزر. اي حد طبيعي كان هيفكر في ان التليفون متهكر، انهم اتسربوا. اي حد غير صاحبتها الوحيده والشخص اللي تعرفه في البلد دي، لكني كنت اول حد تشك فيه وتفضحه قدام اهله وجيرانه. والله المحقق ده راجل محترم. السؤال الجاي ايه؟ ليه صورتيها صور خاصه؟ ده راجل مش سالك. ما كانتش صور خاصه زي ما حضرتك فاهم. استغفر الله. كانت متضايقه وجت للبيت، قعدت معايا واشتكت لي من اسلام، فعشان افرفشها قعدت حطيت لها ميك اب وعملت لها شعرها وتصورنا وخدت الصور على تليفونها وبس كده. ليه كانت بقى بتخانق مع اسلام؟ مش فاكره المره دي كانت ليه بجد،
بس اعتقد بسبب ان اسلام اتخانق معاها قدام صحابنا وغصب عليها تاكل برجر يخرب. الموضوع ده مريب. عشان كانت زعلانه اننا جبناها مكان ما فيهوش اكل نباتي. ملحوظه مهمه. تاكل اكل نباتيه. ليه غصب عليها تاكل برجر؟ مش فاهم. عشان خلت شكلنا كلنا وحش وعملت مشكله، وانا متاكده انها مش نباتيه بجد وبتعمل كده عشان المناظر بصراحه. ايه طبيعه علاقتك باسلام دلوقتي بعد الخناقات؟ انا واسلام صحاب من ايام ثانوي، مش هنوقف صداقه بسبب خناقه مع ايه. ايه رايك في اسلام وفي مشاكل الغضب اللي عنده؟ هل اثرت على صداقتكم؟ انا مش شايفاها مشاكل غضب او عصبيه بصراحه، انا شايفاها متعود على تعامل باباه مع مامته بالطريقه دي، فافتكر ان هي دي الطريقه الصح معايا. وتعرفي الصور دي انتشرت ازاي؟ انا مش عارفه، بس لو اقول لك اللي انا فكرت فيه ساعتها ان هي بعتتهم لحد ونشرها. ليه شكيتي في كده؟ انا شاكه انها كانت بتشوف حد تاني. بتشوف حد يعني ايه؟ بتقابل راجل تاني. عندك اي معلومات عن الراجل الاخر اللي كانت بتشوفه؟ معرفش، انا عارفه انها بتكلم شخص تاني، بس مش عارفه ارتباط ولا مرافقه، بس عارفه انه بيصرف عليها. بيصرف عليها ازاي؟ يعني بعد ما كانت مش عارفه تدفع الايجار فجاه تدفع الايجار المتاخر كله. مره جايه ببرفان غالي وهي بتشتغل مودريتور من البيت وبتقبض 2000 جنيه، يعني جابت الفلوس دي منين؟ انت مسفره ليه من البنت كده؟ بكلمك بامانه والله. كنت فين يوم الاثنين اللي فات الموافق 15 يناير في فتره العصر؟ كنت في كورس المراجعه لامتحان الاقتصاد. ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده. مجرى انجلش عادي. ما لا، مش دي النقطه. ثانيه واحده، هي مش اصلا سالها من شويه انت ازاي ما استغربتيش ان هي ما حضرتش امتحان الاقتصاد؟ هم هيخلصوا امتحانات الاقتصاد دي امتى؟ بس هي لسه بتحضر الكورس ده المراجعه. وعلى فكره الدكتور اللي هيطلع زعل لها ده هيطلع دكتور اقتصاد. صدقني والله. طب هم بيخلصوا اقتصاد امتى؟ ده لو اقتصاد منزلي كانوا خلصوا. عندك اي اقوال تانية؟ لا، ومشوني بقى من هنا. شرعنا مع عبير محمد السيد بالاسئله الاتيه. مين عبير؟ دي غالبا ام سلوى. اوكي، انا خلاص بتعامل معاك على انك سلوى، مش عارف. دي ام سلوى. واحد هيسال بالعربي وحد هيتكلم هيجاوب بالانجلش. عبير دي يعني جايه من البريتش كونسل. تعرفي المجني عليها من قد ايه؟ انطلق. شفت ما عملتش حاجه ازاي مع سلوى؟ عشان اخويا الله والله. يكرمك. لكن دي تبعنا نعمل فيها اللي انا عايزه. بس دي مسلي. تعرفي المجني عليها من قد ايه؟ السنة دي بس. ده بتترجم. ترجمة حصرية وقتية. ماشي. هي وبنتي صحاب. اوه يا سقفة يا ابني، عايزين والنبي اوفر جوب اوفر. لا مش خد الباتون سليها لي بقك على كل جمله حلوه بترجميها. شغل السبونسر يا بس مش هيكمل كده، انا عارف. ماشي. انا حاولت كده اترجم اكتر حاجه انا عرفت، بس يعني الموضوع صعب لما في حاجات كتير قوي تترجم. ما مدى قرابتك بيها؟ دي جمله انا شايف ان الجمله بالانجلش عشان نلحق مش هنخلص النهارده. I used to visit me even if Salva wasn't at home. هنترجمها. بص سلوى اتكلمت عربي وكانت مسفره وامها بقى جايه used to. امال انت طالعه لمين؟ امال طالعه لبط كده ليه؟ اتفضلي يا مدام أبير. She would sit with me while I cooked. We enjoyed the apartment together, drank Nescafe. She was the only one in the house who liked Nescafe, 3-in-1 like me. Salva used to call it 100%. مية بط. مية بط. ايه الترجمة؟ مين الحمار؟ شباب يا شباب بعد اذنك، انت ازاي ترجمت مية بط دي بالانجلش؟ ايه بنت الحلال؟ She used to call it 100%. 100%. 100 يعني. ده اديمها يعني. I'm sorry. المترجم بتاع الورق كان يعني شغله 100%. هل كانت بتحكي لك عن سلوكياتها وعلاقاتها الخاصة؟ ساعات يا ولد بتكلم فرانكو والله. ما حكيتلكيش على اي حد في حياتها تاني كانت بتقابله او بتشوفه زي جوزك خالد مثلا؟ ده من عندنا زي جوزك خالد دي من عندنا اضافه من. No, most of our conversations were about Islam only. They used to argue a lot, and she used to come crying to me asking for my opinion and what to do.
I used to tell her to go back to him because he loves her and will marry her, but now I feel like I was wrong. يعني انت اللي شرطي عليها الشورى المنينه. غلطانه ازاي؟ Once she told me that they had a fight and he raised his hand against her at college. But then he came here and apologized to her and convinced her to forgive him. So I thought he really loved her and it was just a moment of anger. لحظة شيطان صح. حلو عجبتني. طب بس انا في عندي تحفظ صغير. هي ايه عايشه معاهم يعني هو ليه لما عادي بيبقوا صحابه على طول قاعده هناك على طول. يعني هو ضربها في الكليه وراح صالحها عند صاحبتها. ايه ده زي اي والله ما ده اللي حصل. لا هي راحت تحكي لها ما راحش صالحها اهو اتخانق معاها ومد ايده عليها في الكليه لكنه جه بعدها هنا. تصدق صح. هو ايه؟ انا بص ماشي درجات محققين درجات. انا بتتعلم صفوف. تعرفي ايه سبب الخناقه؟ Slam is very jealous. So they used to fight over the smallest things. عارفهم من الشباب دي. ايه سبب الخلاف الاخير بينها وبين سلوى؟ It was not a normal girl's disagreement. حسب شهاده الجيران الخناقه كانت كبيره حاميه وادت لطرد آية من بيتكو. انت صح ده كارن هي اللي طردت ولا لا سلوى؟ لا سلوى سوري اوكي انا اسف. كارن اللي طردت. انا اسف مش عبير. Salwa, my daughter. I know her temperament is narrow and nervous. But by God, she has a good heart and I knew they would reconcile again. كنت فين يوم الاثنين؟ كنت فين يوم الاثنين الموافق ل 15 يناير فترة العصر؟ I was at my mom's house and around 3 o'clock I bought her some basbousa for my mom and sister. انا حاسس ان احنا عمالين نطلع في شجرة العيلة دي. رحنا من سلوى لعبير وعبير هتبعتنا لامها. تلاقي فجأة بالحق ما حدش في سوت فجأة. رحت اي مكان تاني غير البسبوسة؟ I was looking for a place to buy gâteau because my teeth were hurting. ما سمعتش عن التسوس الولادي ولا ايه؟ حد اسنان وجع يروح ياكل حلويات عشان نعجل بس الموضوع. And for my dad because he doesn't like too many sweets. الله مش فاهم. اما العيله دي بجد هي ايه ده تنت ده ولا ايه؟ I have the receipts at home. كده خلاص استنى الريسيت يا باشا ندور على الريسيت. استنى اهو جايباه من لارانا اهو رشدي برانش. ويلكم الرقم الضريبي الشيك الطلب كاشير خالد. برضو خالد الكاشير. انتوا في مين انهي خالد بقى من الخوالد؟ ممكن يكون عادي ده خالد بقى ده ايه ده ممكن يكون هو انا سمعت اسم خالد او خالد عبد هو ابو سلمى. ابو سلمى واحد جابتها من عند جوزها. لا ماشي هو كاشير اسمه خالد عادي يعني. هنمسك ماشي. اي خالد في الشارع. ماشي اشتري كيلو هريسه ساده وكيلو هريسه بندق وملفي مش قالت ان هجيب بسبوسه؟ ايه الهريسه دي كلها؟ وبعدين هم مش عندهم السكر ومش عارف سنونها وجعاها. طب هو الساعة كام؟ فيتنج؟ الساعة كام بالظبط؟ بص البتاع كان يوم 15/1 2018 الساعة 5:45. 6 ممكن احرق لكم القضية دي. الولاية دي اللي قتلت عرفت ان خالد جوزها بيخونها مع آية وراحت قتلتها العصر ونزلت بعد العصر راحت الساعة 5:45 دقيقة. صح. اشترت هريسة توزعها ايه راح منور على ايه على حس البنت اللي هي قتلتها واحتفظت بالريسيت ده اصل هو فعلا عشان يبقى مين بيشتري هريسة ويخلي الريسيت بتاعها معاه. اوكي صح عشان تثبت انها كانت في الوقت ده. وبعدين هي سنونها وجعاها وبابا ما بيحبش السكريات. والله ايه كمية ده انا عندي السكر وتعبت من ماسك الورقة بس. مش فاهمة انا قلبي بيقول لي ان عبير ممكن تكون لو قدرنا نثبت ان في علاقه ما بين خالد وآية وان هو الشوجر دادي بتاعها. ايوه يبقى عبير عندها الموتيف والموتيف ده هو اهم حاجه في جرائم القتل يا اخي العبوس. حصل. انت كويس في الماركتينج بس انا كويس في حاجات تانية. ايوه يا باشا في الموتيف. ليه ما حضرتيش المؤتمر مع جوزك؟ مش كان يقدر يجيب زوجته؟ Mr. Khaled knew how boring it was going to be. If he had offered, I would have gone. But he wanted me to enjoy time with my mom and sisters. That's the level of comfort that comes after 20 years of marriage. والله بيبقى 20 سنة وبيخونوها برضه. هو بيخونها وبعد 20 سنة انت هتعمل ايه فيهم؟ تلاقيه ما كانش في مؤتمر بقى. تقريبا شكل المؤتمر ده هو ما كانش كان بقى راح بيت آية. دي حاجة بقى في علم الجريمة اسمها أليباي. الأليباي دي اللي هي ايه؟
لا قولي. الاليباي ده اللي هو لا مؤاخذه حجه غياب. هي فهو هيبقى المؤتمر ده الاليباي بتاعت خالد. صح. وهي قفشتهم راحت قتلاه في المؤتمر. لا راح لآية. هو راح لآية. وانا ليه كل ما امسك قصه كويسه تبوظها لي؟ ليه؟ هو فعلا هو عمل ان هو نفسه في المؤتمر. هو ما عملش نفسه ان هو في المؤتمر، هو اتضايق انها ماتت، وهنكتشف دلوقتي ان هو زعلان جدا عليها. ماشي. انت قريت القصه؟ لا والله، بس عندي سنس ان هو الشوجر داديز دايما بيبقوا بيحبوا، بيبقى اصلا مش انا قلت لك حاجه في الاول خالص لو سمحت يا اديتور؟ مش انا قلت لك ان هي عندها تروما عشان ابوها وامها ماتوا وهتبقى بتحب راجل كبير قبل ما نعرف ان في خالد اصلا في القصه؟ صح. يبقى اهلها كمان ميتين في حادثه، يبقى هي ايه عندها غالبا تروما من فقدانها لاهلها، فغالبا هيبقى القاتل حد كبير في السن. صح صح ماشي. اقنعني. بس لو طلع بقى في الاخر بعد كل اللي انا قلته ده ما طلعش خالد، هيبقى شكلي وحش قوي. بس حط لي برضو كريدت، انا قلت الاستاذ خالد معناها ان هو شوجر دادي. صحيح. دي حقيقه برضو. الشوجر دي اول مره اتقالت في الحلقه كانت الفور والجبر. طب وانت مش هتقول حاجه بقى؟ لا ما قلتش بصراحه. انت بتسبونسر بس. اعرف المجني عليها من قد ايه؟ من ساعة ما سلوى بنتي عزمتها في رمضان مرة عشان كانت صعبانة عليها تفطر لوحدها، وهي بتقضي معظم الوقت عندنا في البيت. هايص يا عم خالد. ما مدى قرابتك بالمجني عليها؟ كانت بالنسبة لي زي بنتي عادي، كانت صعبانة عليا، كنت بحاول انصحها لأنها كانت بريئة وما عندهاش خبرة بالحياة وسهل الناس تضحك عليها، وخصوصا هي مطموع على الرجالة إذا هو يعني ماشي بسبب شكلها وبراءتها. طب امسح الريادة بس يا أستاذ خالد. دار بينكم حوارات على الرجالة ومشاكل الرجالة قبل كده يا أستاذ خالد؟ كانت بتشتكي لي من الإسلام. تاخد رأيي، تسألني ازاي تتصرف مع اي راجل. اتفضل. هل حكيت لك عن اي تجارب او اخطاء ليها وطلبت نصيحتك فيها؟ لا. اخطاء زي ايه؟ باينه يعني يا استاذ خالد ما تحورناش. يعني بنت صغيره وجميله وقاعده لوحدها في الشقه وبتثق فيك، ما حكيتلكش عن اي حد جالها قاعد معاها في الشقه او اي حاجه؟ لا يا فندم، زي ما قلت لك البنات كانت بريئه وساذجه. البنت كانت بريئه وساذجه. طب وبنتك؟ ما اللي بيعمل حاجه في بنات الناس بتترد له في بنات يا استاذ خالد. بنتي مالها؟ بتاخد اتفضل. خد جملتي. بتاخد رايك وبتكلمك في مواضيع الرجاله وبتطلب نصايحك. كده هو المحقق كده في التراك بتاعنا. ايه اللي انت بتقوله ده يا فندم؟ شفت التون؟ عادي، ايه المشكله؟ مش آية كانت زي بنتك وبتتكلم معاها كده؟ ليه بنتك لا بقى؟ لا بنتي ما تعرفش رجاله. يعني آية ما كانتش تعتبر بنتك قوي صحيح؟ ربنا وحده اللي يعلم كانت عامله ازاي. انا كنت بعملها ازاي؟ ركز في الكلام. كنت فين يوم الاثنين؟ كنت فين يوم الاثنين الموافق 15 يناير في فترة العصر؟ كنت في مؤتمر تبع الشغل. عندك اي اقاويل تانية؟ بس يقول لك حيث تبين لنا من تحريات الشرطة ان المجني عليها اتهمت محمد نصر بابتزازها بدرجات امتحان المادة مقابل المشاركة في علاقة كان زي ما انت قلت يا صبوح. وجد ملف صور باسم الدكتور محمد نصر على لابتوب المجني عليها، وبه العديد من صور المخلة لفتيات، وتم التحقيق معه وسؤاله إذا ما كان يرغب بوجود محامي معهم، وتمت الإجابة بالنفي. أنا عايز أعرف هيجيبوا محامي إمتى بكل البلاوي اللي هو واقع فيها دي، وهيجيبوا محامي إمتى؟ طيب تعرف المجني عليها بقالك قد إيه؟ معرفهاش شخصيا بس عرفتها السنة دي. إيه الصهد اللي طالع منك ده يا دكتور محمد؟ ما مدى قرابتك بالمجني عليها؟ اعرفها زي ما اعرف اي زي ما اعرف اي طالبه عندي في الدفعه. لا اختر ولا ما حصلش اي احتكاك بينك وبينها او محادثات فرديه؟ مش فاكر اذا كانت كلمتني في مره تسالني عن درجه او حاجه، مش حاجه تذكر يعني. في شهود ذكروا ان المجني عليها كانت بتقول لهم انك هددتها وابتزتها بدرجات مادتك مقابل الاشتراك في علاقه معاك، وانك سقطتها لرفضها. طلع دكتور الاقتصاد صحيح. يا ابن ماشي. هي كانت مستواها الدراسي في كل المواد متدني، ومش مادتي بس، وسقطت في مواد وغابت في مواد على مدار السنه، فما تستبعدش انها قررت تلوم الدكتور وترمينا بالمحصنات لانها اهملت دراستها. والله كنت هسال نفس السؤال المحقق، اشمعنى حضرتك بالذات الدكتور اللي اتهمت له بالاسم؟ لو سالت اي حد من طلابي هتعرف ان في الدراسه والمستقبل ما عنديش تعاطف او تجاوز،
وما انكرش ان شديد اشد دكتور في اي دفعه بدرس لها، ولكن انا عارف اني بفيدهم وبنفعهم في مستقبلهم بالحزم والشد اللي مفتقدينه في حياتهم. كنت بتشد عليها ازاي بقى؟ ما بستحملش كلام او مسخره في المحاضره، غياب من المحاضره واهمال في الامتحانات. ما كنتش تطردها وبخ قدام زمايلها، واعتقد ده ممكن ياثر على نفسيتها بنت عندها 20 سنه بحيث يوصل لها تتهم الاتهامات الخطيره دي. طب ده انت عارف انها بتاثر على نفسيتها وبنت 20 سنه، ليه بتعمل كده؟ ده انت قذر قوي. الصور دي كانت على لابتوب المجني عليها والملف باسمك. تقصد ايه حضرتك؟ اقصد ان لو الصور دي سليمه معنى كده انك مش اول مره تبتز طالبه. حضرتك تتهمني بحاجه يا فندم؟ لو بتتهمني بحاجه احب اطلب المحامي بتاعي دلوقتي. انا مستغرب والله هو ليه ما جابوش من الاول؟ ما اعرفش والله، انا مستغرب قوي ان انت ما جبتوش. لا كنت فين يوم الاثنين الموافق 15 يناير من الساعه 1:05؟ كنت في الجامعه بين الساعه 1:05 يعني من 1:05. انا قلت ده دقيق قوي. كنت في الجامعه في مكتبي. بس عندك اي قويل تانية؟ نقرا بقى ايه؟ تقرير الطب الشرعي. وهنا بقى ايه؟ هبدا ابقى مفيد. كل الفيديوهات اللي شفتها على مدار حياتي هنستفيد بيها دلوقتي. البحث المطلوب اجراء ابحاث الحمض النووي، تقرير سموم، فحص بصمات. طب تقرير السموم ده ليه بقى يا صاحبي؟ عشان يشوفوها اتخدرت ولا لا. ايوه صح صح معايا كده. اسمها توكسيكيتد. بإجراء الكشف الطبي الظاهري وصفة التشريح لجثمان المتوفاة آية أحمد الصاوي بدور التشريح، وذلك لبيان ما بها من إصابات بسبب وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في أحداثها، وبيان عما إذا كانت الإصابة جائزة الحدوث بالأداة المرسلة من عدمه، وبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوث الوفاة مع أخذ عينة حشوية لبيان عما إذا كانت تناولت عقاقير طبية أو مواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوعها وتم أخذ قليمات أظافر وفحصها وتحليلها، وبيان عما إذا كانت تحتوي على آثار مادية ممكن أو بيولوجية. ممكن أقول حاجة؟ أيوة. في نصيحة لأي حد بيتقتل، ما بهزرش والله، أنا عارف إن اللي بيتقال ده ساوند ويرد. هما بصوا ليه عملوا تحليل لضوافرها؟ لأن عادة المقاومة، فبيقول لك لو أنت بتتقتل عور اللي قتلك عشان لما يحللوا الضوافر بتاعتك يلاقوا الDNA بتاعه. تلخص الواقعة فيما سطره النقيب ناجي داوود معاون مباحث الغيبة محاضرة المؤرخ في 20/1/2018 من ورود بلاغ حارس المبنى والجيران مفاداة العثور على جثمان فتاة في العقد الثالث من عمرها في منزلها بحي سيدي بشر قبلي في اسكندرية بعد شكاوى الجيران من الرائحة النفاذة، وإن الجاني المجهول قد قام بطعن المجني عليها عدة طعنات في جسدها وفي ساعات النهار المبكرة، وقام بالهرب دون أن يتعرف عليه أحد. وإذا بشرت النيابة العامة التحقيقات وبالنظارة المجني عليها آية أحمد المصاوي تبين أنها أنثى في العقد الثالث من عمرها، بيضاء البشرة معتدلة الطول ذات شعر داكن طويل، كانت ترتدي بادي حرير بني، جاكيت ذو سحاب أسود، بنطال أسود، آثار انتفاخ الجسد وآثار ريم عند الفم والأنف. وباستجواب حارس العمارة والجيران تبين المجني عليها لم تفارق منزلها في الأيام الأخيرة ولم تتلقى أي زيارات من أحد الأقارب للإطمئنان عليها. ثانيا كشف الطب الظاهري. أخرجت الجثة من الثلاجة وتم الاستعراف عليها من واقع كارت البيانات المثبت بالجثة والمدون به بيانات القضية وتبينها فتاة في حوالي بداية العقد الثالث من عمرها. ممكن ثانية واحدة، وقال حكاية العقد الثالث دي 3 مرات، هي عندها 20 سنة ولا 30 سنة؟ العقد الثالث ده هو بعد حتى لو 21 بيقولوا العقد الثالث. ماشي اوكي. دكتورة النبي. الرأس يزن 1317 جراما، وهو ضمن الحدود الطبيعية بالشق على فروة الرأس ورفعها بحالتها الراهنة من التعفن الريمي. لم توجد دكانات ماشي مشتبه انسكابات دمويه، حاجات مش مفهومه. على فكره ده بيبقى الحاجات دي بتيجي مطرح الكدمات، فهو يعني هو لو انت خبطت كده بيبقى فيه كدمه بالازازه اللي اتكسرت على راسه. ما هو مش شرط تكسر في الجمجمه، ما هو لو كل واحد اتضرب بازازه برفان على دماغه وكسر جمجمته ما كانش حد عايش. صح. هو ليه ممكن حد يتكسر على راسه؟ طب انا اتكسر على دماغي برفان قبل كده اقسم بالله عادي يعني، وموت وجمجمتي زي ما انت شايف منطقه الذكاء زي ما انت شايف. كان خالد جايبهولك؟ لا ما كانش خالد والله، كانت امي.
غطي الوجه جروح السطحية مع آثار ضربة حادة بجسم زجاجة عطر بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت بحالتها الراهنة مع التعفن الريمي خالية من الدكانات المشتبهة لانسكابات دموية، وعظام الوجه خالية من كسور العظم اللامي سليم وغير متعظم، والمريء والقصبة الهوائية خالية من أي آثار إصابية، وتجويفها خالي من الأجسام الغريبة والفقرات العنقية. هي كده لا اتخنقت ولا اتذبحت. ما هو في سكاكين ماشي. ولا قصة. بالشق على الأنسجة الرخوة الصدر، بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت بحالاتها الراهنة والتعفن الريمي وتجويف الصدر به ارتشاحات تعفنية وخالية من الأنزفة الدموية. القلب فيه حالة رخاوة رمية وخال من أي آثار إصابة، والرئتين بحالة رخاوة رمية وهم خاليتين من أي آثار إصابية، والأضلاع وعظام القص والترقوتين ولوحي الكتف وفقرات الصدرية جميعها خالية من الكسور. هو اللي غزاها ما كسرش حاجة. البطن والحوض هم دول بقى اللي فيهم العوق كله. بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت بحالتها الراهنة من التعفن الريمي، ووجدت دكانات الانسكابات دموية. الغشاء المخاطي وجدار المريء سليمان ورماديان بدون آفات أو إصابات. الغشاء المخاطي في المعدة سليم ولون وردي بدون إصابة. لم يتم العثور على محتويات المعدة. وثاني هم السكاكين دي راحت فين؟ ما هنشوف بقى. المفروض إن هم مطعونة في بطنها وفي حوضها. أنا منتظر. هم معاهم آلة كانوا كاتبين في الأول معاهم حاجة زجاجية مبعوثة عشان نشوف. عشان يشوفوا هي فعلا مطابقة للطعنات ولا لا. الأمعاء الدقيقة وأحدثت تمزقات متعددة. تزن الكلى اليسرى 109 جرام واليمنى 107 جرام. الكلى هي تشريحية في الحجم والشكل والموقع وخالية من الآفات. تحتوي المثانة البولية على 8 مللي من البول الأصفر الصافي. شكرا. حاسس إن أنا ببيع زيت. بس على فكرة دي تفصيلة مهمة برضه. ماشي. ما دخلتش البيبي قبل ما تموت؟ لا ممكن يبان يعني برضو. ما هو بيبان الحاجات اللي هي شربتها. لو في حاجه في التخدير في حاجات بتبان في الدم وفي حاجات بتبان في البول. دونت اندر استيميت مي. يزن الماشي مما يوحي بوجود حمل. انا اتفاجئت. اكتب لي بقى بالبنت العظيم حامل. ده حاجة كبيرة. في الأسابيع الأولى وتم فحص الدم والبول بشرائط HCG وجاءت النتيجة إيجابية بالحمل. يعني كده اللي قتلها هيتحاكم على جريمتين قتل مش جريمة واحدة. إنه قتل الأم والطفل. أجل يا سيدي. ماشي. بس في الأسابيع الأولى. ما هو يعني ده مش بني آدم يعني. كان بيبقى كلب يعني في الأول. أيوه. قول الجروح الاماكن بس. مش لازم نوصف قد ايه. كلهم هيبقوا 5 سم عشان النصل واحد. التاني في منطقه السره برضو ماشي. في منطقه السره تاني، في منطقه السره تاني، في السره تاني. هو ايه متخصص؟ بس في حاجات اعلى 8 سم في حاجات 10 سم. تخصص السره يعني ماشي. بالشق على الانسجه الرخوه والعضلات وجدت دكانات لانسكابات دمويه مقابل عظمتي لوح الكتف، ووجدت الاصابات التاليه: طعن في الظهر. ممكن اقول تفصيله صغيره مستر عبود. اتفضل. مكان الطعنات بيدل على ان ده غضب ضد الحمل. فدي ملحوظه. 7 طعنات منطقه الصدر بالظبط كده. الاحراز ماشي. حرز عباره عن هاتف جوال سمارت برقم سري تم ارساله للمعمل لفك الشفره. حرز عباره عن حاسوب محمول برقم سري تم ارساله للمعمل لفك الشفره. ده اللي عليه الصور اللابتوب. اللابتوب ماشي. حرز عباره عن اختبار حمل بنتيجه ايجابيه. يعني هي اوريدي عارفه كده وشايله البتاع. ثانيه واحده تفتكر ما ده لا ما هو مش شايله. ده ممكن هو اول ما عرف ان هي حامل قتلها. صح. حرز عباره عن شظايا زجاجيه عطر وتم ارسالها للمعمل. ده اللي اتكسر على دماغها. حرز عباره ارسال بايداع 10000 جنيه للبنك التجاري الدولي. انا شفت الحوار ده اهو. الصاوي ده 10000 جنيه. ده شيك ماشي. الاسم الموقع خالد الشوجر دادي. ماشي. ده في حاجه تانية للبنك كمان. استنى يا ولد. ما انا بصيت ما لقيتش تاريخ صرف الشيك. ده اذن صرف الشيك. ده صرفت الشيك يوم ايه؟
يوم ايه 10 ايه ده؟ ايه الختم ده؟ ثواني، ده حاجه مختلفه صحيح. ده اسم دولار باين. آية أحمد الصاوي ورقم ده 10000. هو المبلغ المصروف او مبلغ الشيك 10000 جنيه والمبلغ المصروف 10000 جنيه. بص التاريخ تاريخ الإصدار تاريخ الإصدار 14/7/2015. لا ايه ده؟ مش منطقي. لا دي كده العلاقة ممتدة قوي. هو احنا 2018. تاريخ الإصدار هي 4/7 4/7/2015. ازاي؟ لا طب يا ايه، ما هو قال ان هو ما يعرفش الا 15 اهو تاريخ صرف الشيك 15/2/2017 5/2 او 5/2 12/5 5/12 اصلا اي حاجة. يعني 5/12 ماشي 5/12/2017 دي منطقية كده اوكي. اخر 2017 وهي اتقتلت في يعني ده قبل ما تموت بشهر. ده قبل ما تموت بشهر بالظبط. خلي ده هنا كده وده هنا ايه يبقى احنا ده دي الورقة اللي بتاخدها من البنك بعد ما بتصرف الشيك. يبقى ده الشيك. طب هي ازاي ما اديتش البنك شيك؟ مش عارف. هو الشيك ده المفروض شيك جديد. يبقى ده شيك ده ما اتصرفش. اصل هي ازاي؟ بس ده ب10 برضه. ده شيك ده جديد، ده لسه مديولها. يبقى ده ما اتصرفش فعلا. اصل انت هو عمال يدي ليه ما معكش؟ ده يا ريت يبقى الشجر ده دي بتاعنا. راجل ايده فرقه ومش هيطلع القاتل. انا بحس بالناس دول طيبين. مش عارف يعني ايا كان هو المطلوب اثباته ان هو بيديها فلوس. يعني مش مشكله ال10 دي تانية ولا الاولانيه. واضح ان دي مش اول 10. طيب هو شغال بقى في بنك ومؤتمرات وبتاع. هيص يا عم خالد. بفحص الجثمان تبين وجود جنين في الرحم في الاسبوع ال 12 وال 14. ده كتير. ده ازاي ده 12 ده كده 3-4 شهور. يا نهار ابيض. وجد سم الاستريكماشي بجسم المتوفية لكنه ليس سبب الوفاة. سبب الوفاة إصابات حادة اخترقت العضلات الحيوية تلاقي كبد الطحال الأمعاء الغليظة طبعا لحالة التعفن الريمي للجثمان ودرجة الحرارة الجثمان تحدد والوفاة قبل 72 ساعة من إيجاد الجثة. كده 3 أيام مش 4 أيام. ايوه لان هما لقوها هي ماتت 15 ولقوها 18. صحيح. طيب المفروض تفريغ بيانات الكاميرا والتأكد من صحتها اهي. الفحص الفني بفضل حفظ وتم العثور على الآتي بالمرفقات. أولا كاميرا مراقبة التردد المنتقبة مجهولة الهوية على الشكة المجني عليها عدة مرات في خلال الشهرين السابقين. الصور اهي منتقبة بس أنا مش حاسس إن هي. ما هو ده خالد يا باشا. شكله راجل. فعلا ده البنيان راجل. الجسم والإيد أصلا تحس إن الموضوع مريب. والرجل. الموضوع غريب. ماشي. والعربية برضو. طب ما نعرف العربية دي عربية. نطلع على العربية نشوف العربية دي. نطلع نبص نسأل. والله نتكلم. لا مش دلوقتي يعني بعد ما نخلص نعدي عليهم. مش انتوا كاركتر. واضح ان هو بيفتح باب العربية دي. اي مع عربيته عادي. ممكن عايز عربيته عادي. بس احنا في حاجة مهمة فشخ عايزين نعرفها. دلوقتي في كام احتمال لان يبقى مين آية حامل من مين؟ انا بقول خالد. اسلام وخالد والدكتور. تمام؟ في بقى حاجة مهمة جدا احنا شفناها وما خدناش بالنا منها ودلوقتي لما عرفنا معلومة انها حامل ممكن نستفيد. الكارت بتاع البرفان اللي بعته خالد مكتوب فيه حاسس ان دي بداية حاجة جديدة. اوكي يبقى وش هو خالد. مش شرط بس انا بقى في حاجة انا مش فاهمها. هو ليه جايبه من المحل بتاع اسلام؟ ممكن ما يعرفش اسلام او لا ويت هو بيبقى عنده في البيت صح. لا هو على طول عنده في البيت وبتحكي له هو عارف اسلام اكيد وشغال فين وبتاع. هو جاب البرفان ده من مكان اسلام ولا اسلام كان عايز يلبس خالد؟ انا بقول كده. كنت عايز اقول كده برضه. فبعت الكارت ده باسم خالد. ممضي يعني هي دي امضة البنك يعني ما عادي. ده محضر عموما ماشي. معرفتي انا ده بلال اللي هو الوكيل النيابه الساعة 3:30 إن إجراءات البحث والتحري التابع للعثور على إيصال استلام نقدي من بنك التجاري الدولي للاستثمار أهو. لا ده مش هو. ده سي اي ده اللي شغال فيه خالد. ده المؤتمر بتاع خالد. أوكي ماشي صح. بمسرح الجريمة المجني عليها ثبت في مطالعة بيانات البنك وتتبع إيصال النقدي عن يوم الثلاثاء 5 ديسمبر. ايوه 5/12 ايوه اليوم اللي صرف فيه الشيك. تحرير شيك باسم المجني عليها من قبل الاستاذ خالد عبد الصمد
وتم صرف الشيك النقدي. ثانيا ثبت في مطالعة بيانات البنك واخد شهادة موظف البنك. شهادة موظف البنك شباك 4 ان الحساب المحرر به الشيك حساب مشترك، وقد قامت زوجة الاستاذ خالد عبد الصمد سيدة عبير بالاستفسار عن كده ممكن عبير عبير كده هتعرف عن خالد. عرفت ان خالد وانت يا ابن الغبيه اللي اسمك خالد عامل حساب مشترك مع مراتك ورايح تدي للبنت اللي انت بتخون معاها مراتك شيك منه. انت غبي قوي. يعني مفيش اتباع الاجراءات البنكيه لحساب المجني عليها. تم تحويل مبلغ 10000 جنيه لحساب محمد مغازي. مين ده؟ محمد مغازي. مين محمد مغازي ده؟ ده اول مره يجي ده، وهو مؤجر وصاحب الشقه التي كانت تسكن فيها. يعني هو كان بيدفع لها فلوس. لا يا باشا استنى بقى، هي سلوى قالت ان هي كان عليها متاخره وما بتقبضش الا 2000 جنيه وكان عليها شهور كتير وفجاه راح دافعه كل الايجار. ابو البنت ممكن يكون مش عادي بيساعدها لله. لا عشان هي كانت صعبانه عليه، قعد يقول ثابت عليا. لا ما يقول لي. انا مع انجي ان هو مش اللي خالد مع صبحي ولا معانا. انا حاسه في حاجه شامين ريحه مش كويسه. لا انا جاي معايا ان الراجل بيساعدها. احنا كده ضدكم. ماشي حلو. بس الفحص الفني سجل المكالمات ورسائل نصيه في التطبيق واتساب. اوكي. سجل المكالمات حيث تبين لنا من فحص السجلات هاتف المحروق والخط المكسور دليل كذا. تم التعرف على رقم هو الرقم الاخير الذي تواصل مع المجني عليه اخيرا. وتم التعرف على رقم محمد ايمن هو تاجر مخدرات مسجل بالاسكندريه وجاري البحث عنه. محمد ايمن ده كان اسم نفسه الاسلام المخدرات. ده السجل بتاع المكالمات اهي. ماشي. غير معروف غير معروف اسلام البحيري اسلام البحيري اسلام البحيري اسلام البحيري غير معروف. ده اسلام يعني ماشي. ده ايه ده؟ حبيبه اسلام خالص. كلمتك كذا مره. عمال اكلمك مش هعرف في. لا ما انا ما قلتش معاك كلمتك وانت طالع ما تقول. حسيت متحرش قوي. انا مش قادر عندي مغص هيموت. اما انا حامل بقى. ده طبيعي استحملي البرشام كده بيشتغل. ده واحده ست مش راجل. لا ممكن تصدق مخدرات. ممكن. لا يا باشا ده حاجات تسقطها. صح. مش قادر استحمل حاسه اني بموت. بقول لك انا هروح المستشفى. دي واحده كده. لا على فكره هو قال بقول لك بموت صح. وخلتني اقول لا كده براتح. عشان ما بقاش لوحدي في الهم ده. تيجي معايا. لو رحت هيتقبض عليكي هيسالوكي فين ابوه جبتي الحبوب دي منين. لا ده هو راجل طلع مش واحده. انا ليه ببقى بقلدها ان هي واحده سوري انت انا مالي عادي. لا لو رحت هيقبضوا عليكي هيسالوكي فين ابوه وجبتي الحبوب دي منين. انت فاكراها هيعملوا هناك هيجيبوا لك البوليس بس هيلحقوني. حاسه اني هموت وانا هنا لوحدي. مش هتموتي ما تخافيش هي الحبوب بتاعي. حاسه اني بكلم حد دلوقتي. والله انا حسيته كده يعني. انا حسيته ان هو ده الطريقه اللي بيتكلم بيها. فيعني ما تاخدوش على نيتي. هي الحبوب بتعمل كده بتطلق الجنين عشان ينزل. بس ممكن على فكره كده اتصل محمد ايمن ده عشان يجيب لها الحبوب. هو بتاع المخدرات هيديها حبوب تسقيط ليه؟ هو صيدلي. اي حاجه عنده يعني. اي حبوب. الراجل قال لي كده هو بيعملهم لي. مش قادره. حاولت استحمل. انا نازله المستشفى واللي يحصل. لا استني انا بلبس في الطريق. انا بلبس في الطريق. متعرفش تسوق كمان وعامل فيها جامد. خليكي في البيت. هتيجي. ما تنزليش هنشوف هنعمل ايه. هتوديني المستشفى. بس خليك. حاضر. ما ينفعش تروحي لوحدك. بس بسرعه والنبي. توداي ثانيه واحده. هو في تواريخ بقى في الهم اللي احنا بنقراه ده؟ ثانيه هات لي اول كونفرزيشن كده بالله عليك. لا ما كانش فيها. امال ليه اشمعنى ده اللي مكتوب عليه توداي يعني؟ ممكن يكون عشان بتسكرول بالشات. بعد من الراس الساعه 12. اوكي يلا يا بنتي. لا الساعه 9 كنت هستعبقرك بس فشلت. يعني ده اليوم اللي بعده يعني. انت هتيجي امتى؟ هو سابها تعبانه كل ده؟ لا حول الله. مش عارف لسه ومش هعرف ارد عليكي دلوقتي. عبير قاعده جنب. خلود وقع بلسانه. خلود وقع بلسانه. عبير قاعده جنبي. انا عايزاك في حاجه مهمه. ايه اللي حصل؟ ما ينفعش تقولها لي هنا. ايه ده؟ ده هيقول لها هنا بيعلق بقى وتعالي واتساب وبتاع.
حامل. هي كده حامل، ماشي حامل. اوكي فهمت. لا انا عايزين ده؟ في حاجه مهمه. ثانيه واحده، الرسائل النصيه المتبادله ما بين ده، ما هو احنا على فكره ثانيه واحده، ده دول شخصيين مختلفتين. اللي فاتوا ده كان الشخص المجهول، ودلوقتي ده هي بتكلم خالد. اهي بس رقم مجهول. خالد. ماشي ماشي يعني اللي كان عايز يسقطها وهيجي يروح لها والحاجات دي كلها مش خالد. او احنا مش عارفين. اوكي ايوه مش خالد، مش عارفين. خالد ما هي دلوقتي بتكلم خالد من الاول بقى، بتعرفه ان هي حامل من اول وجديد. انا حامل. يعني ايه حامل؟ انزلي اتاكدي يا ايه، انت بتقليني ليه قبل ما تتاكدي؟ انت مش قلتي لي انك خدتي بلان بي؟ انا غلطان اني وثقت في عيله زيك. انت ازاي بتكلمني كده؟ استنى عشان خايف قوي من اللي هتقول. انا خدت اللي انت قلت لي عليه وما اعرفش بقى ده بيشتغل ازاي ولا بينجح ولا لا. معلش اصلي مش بحمل كل يوم. انت مت عشان اللباطه دي. طب ايه سيبيني افكر. انت تعرفي مكان بيعمل العمليات دي؟ عمليات ايه؟ عمليات لوز يعني. والله حسيت انت مش انت اللي حامل، ما انت لو انت كنت حامل كنت حسيت بيا. والله حسيت بيها كده. تريق. امال هتكون عمليات ايه يعني؟ تسقيط يا ايه؟ هو انت ليه قلت تسقيط ما قلتش ايجار؟ حسن ولا ايه؟ لا طب تمام. الاثنين واحد. امال نلتزم بالسكريبت اللي عليك. انت بتتكلم عادي كده على اساس اني موافق اعمل عمليه زي دي بسهوله. انت عايزه تحتفظي بيه. انت عارفه لو اهل المنطقه عرفوا انك كنتي بتقرطصيهم وبتطلعي رجاله الشقه قدام عينيهم هيعملوا فيكي ايه؟ بلاش الناس عارفه صاحبك المجنون ده لو عرف هيعمل فيكي ايه؟ يبقى هو خلود. او ممكن خلود واسلام على فكره، هو مش معناه ما هو ممكن اسلام يطلع الرقم المجهول عادي. صح. انا مش عايز اتكلم دلوقتي، انا تعبانه ومش عارف افكر. ماشي هكلمك بكره. كون ولدت بقى. مش هتتكلم كده ليه؟ هو حسيت والله بجد. بس خالد ده ابو سلوى يعني في الحنين. ايوه هو اسلام اللي ممكن إسلام. يكون بيتكلم. انا خايفه من اسلام قوي. اسلام لو عارف هيفشخني. انا مش عايز اعرفك تاني. انت دي لسلوى بقى. دي واحده سلوى. انت اوسخ بنت عرفتها في حياتي. هي سلوى بتجيب بنات للدكتور محمد ايوه بتاع الاقتصاد. ايه في ايه؟ ايوه كده يا وحش. انت بتتكلمي كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ ليه؟ بتجيب رجاله بس تبقى كده. هو انت ازاي كنت فاكراني مش هعرف وانت اللي مصوراني الصور دي؟ انا على فكره كنت لسه هكلمك، مش عشان نشوف هنعمل ايه. ازاي تتهميني بحاجه زي كده؟ انا عمري على فكره هي اسمها عبير وسلوى. لا عبير ما تتكلمش كده. سلوى ممكن. ماشي. انا عمري ما اعمل كده. ما يمكن يكون هكر حد تليفونك. بتتكلم فرانكو ليه؟ انا ليه هعمل حاجه زي كده بقى يعني؟ انت اختي يا بنت استاذ. بالشيء بالله عليك. انت اختي. ورحمه بابا وماما يا سلوى، لو عرفت ان انت اللي فضحتيني بالمنظر ده وانت عارفه ان ماليش حد مش حاضر. هي ازاي قاعده تتكلم بالهدوء ده؟ مش هتردد في اني افضحك ثانيه. انت ما تعرفيش لما بقلب على حد. انا بصراحه استخدمت كل قدراتي وامكانياتي وطموحاتي في ان انا ابقى فويس اوفر وممثل وطلعتها النهارده في السكريبت مع اخويا العبوسه. تقصدي ايه بقى؟ انت عارفه كويس انا اقصد ايه. ده الفرق على فكره اللي بيني وبينك. انت ما تتامنيش وتتهميني اني انشر صور كده وانا امنك واحكي لك سري عشان ترجعي تذليني بيه. ايه سرك بقى ده؟ انا اللي مش عايز اعرفك ولا اعرف وشك تاني. انا مش عارفه اعمل ايه. انا لوحدي مش مشكله. حسيت اوري وشي للناس في الكليه ازاي، ومن بعد كده ما راحتش الكليه تاني. اوكي مش مشكلتي. ده انت واطي قوي يا ايه. انا مش مشكلتي. انا افتكرت يا كذا. الحمد لله ما شتمتش. سلوى مؤدبه صحيح. بتجيب بنات للدكتور بس صح. اجراءات البحث والتحري التابعه لشهاده الشهود عن تردد قريبة منتقبة للمجني عليها. أولا بعد التحري عن أسرة وخلفية المجني عليها. المجني عليها من محافظة المنصورة، توفى ولديها بحادث سيارة منذ عامين وسافرت بعدها إلى اسكندرية. تاركة منزل شقيقها الأكبر وزوجته لكثرة المشاكل بينهما. سكنت آخر عامين بشقة سيدي بشر. كان التعامل العام الماضي كموظف تسويق وخدمة العملاء بعيادة إبراهيم نشأة التجميلية، ولم تعمل في آخر 5-7 شهور كما تبين التحقيق. بعد التحدث مع شقيق المجني عليها لا يوجد أقارب لها على صلة بهما، وخصوصا بعد وفاة والديها لا توجد أي أفراد عائلية مقيمة بالإسكندرية، وأنه لا يعلم أن أي قريبة
قد تزور أو تصل الرحم مع آية، حيث أن كان هناك العديد من المشاكل حول الإرث، والذي أدى إلى طردها من شقة بيت العائلة وانتقالها إلى بيت شقيقتها أو شقيقها. بعد التحدث مع أفراد أسرة المجني عليها تم التصديق على قول سابق تفريغ كاميرات المراقبة تردد السيارة المراقبة إلى منزل المجني عليها في الأسابيع الأخيرة، وتتبعنا خط سيرها من خلال كاميرات المراقبة المحلات المجاورة، وتوصلنا رقم السيارة التي ترجلتها وتتردد المنتقبة يوم الجريمة ولكن بدون سيارة وركبت مشروع وفقدنا أثرها. تقرير شرطة مرور السيارة الرمادية رقم كذا ملك السيد خالد عبد الصمد. ماشي كده احنا ايه اللي احنا كنا شاكين فيه اتأكد هو يعني المنتقبة هو خالد بالظبط. طيب اولا طب انا عندي معلش سؤال، هو كده اسلام بقى كان بيروح لها امتى؟ فاسلام ما كانش هي مش حامل من اسلام كده. طب مين بقى الرقم المجهول؟ انا قلت لكم في الاول الدين زي ما جاءت ممكن. انا بفكر في مراته عبير، هي ممكن عرفت كل حاجة فايه راحت يخلص من الموضوع كده من الاول. وانا شكيت في عبير لما انا لقيت ان هو بيقعد تكتب مع آية جنب مراته، فقلت اكيد هي عارفة، اكيد هي شاكة في حاجة. وانا برضو شايف ان عبير هي غالبا اللي قتلت آية، عرفت من الموظف بتاع البنك الفلوس دي راحت لفين وعرفت كل حاجة، وغالبا راحت تقتل آية. فانا برضو ميال ان عبير هي اللي قتلت آية. بصوا انا يعني حاسس ان هو خالد بصراحة. خالد كان صوص قوي من الاول والشات اصلا اللي ما بينهم ده يدل ان هو قد ايه ان هو مش عايز الموضوع، وعبير ومش عبير وبتاع، وعبير جنبي وبتاع، فكده يعني اكيد مش هيقول لمراته يعني وكده. واصلا في التحقيق اللي في الاول 100% هو خالد مش عايز الحوار ده، وكان بالنسبه له بيعامل ان هو عامل قدام الناس ان هي بنته وبتاع وايه، وبيعمل نفسه ان هو مش بنته. والشات الاول هو الديلر هي اللي يعني الشات الاول محيرني بصراحه، بس انا بقول خالد. انا بقول اسلام لكذا سبب. اول حاجه ان هم قالوا كتير ان اسلام عنيف ومد ايده عليها وضربها كذا مره، فحاسه ان اسلام مثلا عرف الحوار ده، وخاصه من سلوى عشان سلوى مثلا فضحتها او حاجه، فاسلام بقى اتجنن وعرف الحوارات دي كلها وراح طالع مخلص عليها. كنت حاسه والله ان اسلام قاتل، يعني مفيش حد طبيعي ابدا هيقعد ياكل لصاحبته البرجر في بقها بالعافيه، ده ايه ده؟ ماشي معانا الحله صبوح. يا انا متحمس جدا والله. هل تعب الوقت الكبير ده؟ ماشي. بيقول لك كنت عارف انك هتوصل للقاتل. صحيح. ازاي كنت تحت عيني كل ده وما شفتهاش؟ عبير محمد. يا ولاد اللعيبه يا صبوح. يلا يا ده انا قلت لك انا محقق قديم يا نجحت الخطه اللي نتفرج. زي ما قلت لكم المحقق صبحي واستخدم كل خبراته وفرجته على الدوكيومنتريز بتاعت القاتله عشان اعرف القاتل، وكنت عند توقع نفسي بصراحه وعرفت القاتل الحمد لله. فعلا ممكن عبير عشان حجه غيابها غبيه. ايوه ما هو خالد اكيد سوري يعني مع احترامي ليك، خالد كان في المؤتمر ساعه القبل والساعه 5 اصل 6 الا ربع. الزوجه المثاليه هي البسبوسه اللي كشفتها. يمكن ما تشكش فيها لان صعب تخيل صعب اتخيل اي حد يموت حد بالبطء بالسم الاول وبعدين يكمل عليه بالسكينه 27 مره. لو حابب تقرا اعترافها فانا حطيته لك هنا في الظرف ده. شكرا يا محقق، شكرا عشان رجعت حق بنت صغيره. الدنيا يعني هو مش قال لك انا هعيط والله الناس متاسف. الدنيا جرتها لسلوك غلط ورمتها وسط ناس غلط، بس في الاول وفي الاخر عيله صغيره. عبير تقدر تلومني بعيدا عن القانون والجريمه والعقاب؟ تقدر تلومني؟ اتفضل. بلال ده اللي هو وكيل النيابه. خلي رأيي الشخصي بره التحقيق هنا عشان مش هيعجبك. جربني. عايز رأيي الشخصي بعيدا عن القانون والجريمة والعقاب. انتي ست كريهة مليانة غضب وحزن وفاضية من جوه. مش آية ولا الخيانة اللي كسرتك، انتي مكسورة من زمان وقررتي تطلعي كل ده في الخيانة لانك مش عارفة ان في الاخر هتستخدمي الحجة دي. تقدروا تلوموني بعد ده المفروض ده هي انت اللي بتقول الكلام ده صح؟ ده هي تقدروا تلوموني بعد العشرة دي كلها بيخوني؟ تفتكر المحقق هو اللي بيقول كده؟
تقدروا تلوموني بعد العشره دي كلها يخوني مع عيله صغيره قد بنته؟ تقدروا تلوموني ليه ما قتلتوش هو؟ والله ده انا بقى المفروض اسالك كده، ليه ما قتلتوش هو؟ لانك عايزه. لا كمل. لانك عايزه تكملي حياتك المكسوره عادي معاه ومع بنتك ومع فلوسه، وكأن مفيش حاجه حصلت. انت ما تعرفنيش ومش عايز اعرفك. قولي لي اللي حصل. لما عرفت ان في 10000 جنيه اتسحبوا من حساب البنك والله هي انا خليت تشككني والله على راسي. ده انا لو عبير والله ما هقول كده. ما اشتكيش غير لما كلمت البنك وقالوا لي، ما شكيتش غير لما كلمت البنك وقالوا لي ان اتسحبوا بشيك، وانا وخالد عارفين ان الشيك هو الحاجه الوحيده اللي مش مسموح لنا نبص عليه من الحسابات المشتركه. وكالعاده اول ما تشيك يبدا تبص على الحاجات الصغيره. تخيل دايما بنحذر اولادنا من التكنولوجيا ونزعق لهم لما يقضوا عليهم وقت كتير، لكن بنحذر هامش من اهم حاجه قد ايه ما بنحذرهمش من اهم حاجه قد ايه في خصوصيه وامان كدابين، وان اي حد يقدر يشوف انت بتعمل ايه وعملت ايه. شغلت واتساب على التابلت بتاعي وشغلت اللوكيشن عنده، واي حاجه سهل اعملها لوحدي. الحركه دي كريم بتعملها. لعبت وايام واسابيع رغم اني متاكده من اول يوم، لكن كملت فرجه. ما اعرفش كنت زهقانه ولا باخر الواجهه ولا غضبانه ومجروحه، لحد ما شفت كلامهم على الحمل قد ايه انا غبيه. اللي لحظه صعبت عليا مش عشان ما عندهاش ام، لا، لان امها ما كانتش هتساعدها وتقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه. امي ما ساعدتنيش وانا ما ساعدتش سلوى، بس صعبت عليا مش عارفه ليه. لو كانت امها موجوده كانت عرفت او ما عرفتش ان البرشام اللي اديته لها ده مش حبوب جهد، لكن حبيتين. هو ده الماده اللي هم لقوها في التحليل. مش قال لك دي ماده مش قاتله، دي ماده مش قاتله لكن موجوده كانت في الدم بتاعها لما حللوها. انا قتلت الدبانه في كده. شايف؟ دي مبدئيا دي ناموسه. ثانيا دي مش حاجه مبهره لان الناموسه دي ابطأ حشره في الحياه. وان المغص اللي كان عندها كان مغص موتها. طب كده يبقى احنا عرفنا ان الرقم المجهول كان مين؟ هي عبير وسممتها. ولما كلمتها وقالت لي انها رايحه المستشفى كان لازم اروح اخلص اللي بداته. انت عندك حق، انا ست وحشه بايظه من جوه. تخيل كنت حاسه بحماس والادرينالين كان في السماء لما كنت بتصل بصاحب اسلام اطلب، لان كنت عارفه انكم هتشك فيه هو يبقى صاحبه. هي جابت ده من صاحب اسلام اللي كان. طب ما كده اسلام اترفض من الكليه ظلم بقى. لا ما كان قاعد ما تضمنش. ماشي. ولد همجي اي حد يمد ايده على بنت يستاهل كل الاجراءات. صحيح، انت ست محترمه فعلا. احنا محترمه. لحظه برضه فكرت ان ممكن تشكوا في خالد، خصوصا لانكم كنتوا هتشوفوا الرسائل والكلام اللي بينهم. عشان كده لبست النقاب اللي كان بيلبسه وهو بيروح لها، وانا ما عملتش كل ده عشان اكمل معاه ومع بنتي. انا مش عارفه انا عملت كده ليه. ممكن كرامه او ممكن انا مجرد ست كريهه. عايز تضيفي اي حاجه تانية يا عبير يا كريهه؟ لا بس ممكن طلب. ايه هو؟ انا مش عايز اكلم حد ولا عايز محامي، بس ممكن سيجاره. ده ايه ده؟ ممكن ايه؟ سيجاره. ايه ده؟ اديها باتون سلاحيه من السبونسر كده. اتفضل. اي شفت الماركتنج، اتعلمت منك الماركتنج على مدار الحلقه اهو. ده حاجه صحيه بالظبط، تنمي الصحي. صحيح. فانت لو عايز تبطل سجاير كل منها. سمعنا كده ان خالد فعلا بعته. لا ومعنى كده ان انا عبقري، وكل الحاجات اللي اتفرجت عليها بتاعت التحقيقات فادتنا، وانت سرقت الاجابه مني. لا هي اللي قالت الاول. ايوه بس انا قلت في وسط الحق. انا على فكره قلت من بدري انا ما خدتش بالي يا ابن الذكيه. ما خدتش بالي اصلا. انت ست. احنا قلنا على كله هو الايه. كان في تفاصيل كتير قوي مكتوبه جوه الجيم الصراحه، يعني تخليك تاخد بالك من كل حاجه، بس اللي مركز بقى. طب يا جدعان زي ما انتم شفتوا يعني صبحي وكارن قدروا ان هم يحلوا قضيه ايه، وقالوا ان عبير هي اللي حلت. انا قلت خالد وانجي قالت اسلام. فالحمد لله يعني ما عرفناش نحل المشكله القضيه، بس تقدروا ان انتوا تنزلوا في الديسكربشن تحت هتلاقوا لينك اللعبه اللي احنا بنلعبها دي، هتلاقوا اللينك بتاعهم الويب سايت. خشوا هتلاقوا عندهم العاب كتير وقضايا كتير زي كده. في قضيه منهم بتقعد 10 ساعات على كلامهم حلها، احنا قعدنا في 3 ساعات اصلا. عرفنا هنروح نعمل ايه بقى. عارف دي ساعتين بجد احنا قعدنا فيها 3. وبرده يعني نروح
اطلب بيكري اللي بجد امتعنا جدا 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 بالزبده بتاعتهم. دي حقيقه انا متذوق جيد للزبده فعلا. وجوزي برضه جوزي. ده مصر بقى. وهتلاقوا لينك صبحي في الديسكربشن، انزلوا اعملوا له فولو وسبسكرايب وكل الحاجات دي، وانجي اكيد في الديسكربشن برضو، انزلوا اعملوا فولو وكل حاجه. وذا ستوديو اللي احنا بنصور فيه النهارده هتلاقوه برضو موجود في الديسكربشن لو انتوا عايزين تحجزوا وتصوروا حلقات زي الحلقات السبايس اللي احنا بنصورها دي. اشوفكم على خير، يلا سلام. الحلقات اللي كانت جوسي. ايه طبيعه علاقتك مع المجني عليها؟ انا وهي كنا بنحب بعض وكنا متجوزين. لا مش كده صوته قوي، لا شوف هتحط في انت عارف اللي انت توقعته في الاول طلع صح. يعني اللي انت توقعته عن الوقت انا عرفت ليه كان بيسالوا بصيغه انثويه. لما انت بتحط حاجه في دماغنا علشان ده انت بتبلد الكاركتر يا ابن اللعيب، ده انت مخرج اقسم بالله. ماشي يعني قلت لكم بصراحه صباح بعيد عن الهزار يعني استمتعت جدا ان انا احقق معاه في الحوار ده. احنا هنشوف شغلنا بقى ولا هنكمل نقضيها كوبايه شاي بلبن للاستاذه؟ الورق بقى يعني مش عارفه المهم، تقريبا في حد دخل رمي الورق كلها على الارض ولمهم كده وتتهالي، يعني شغل مش نضيف. الحنه بقى والجو ده وبيهزروا انا كان نفسي احضر حنه والله قوي. كان رحت حضرت حنه مره وجت حكت لي بقيت بقى حلم من احلام حياتي احضر حنه. محدش هيتقبلني في دور المحقق بعد دول. انا حامل. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه؟ بقول لك حامل. يا حبيبتي ما ممكن ماشي. حامل عادي. يعني ايه يا حبيبتي؟ لا 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 انا اول مره ابقى حامل وحامل. يلا انا حامل. انا حامل. يعني ايه؟ بقول له انا حامل. يعني بتديني كيو يعني انا حامل. يلا واحد. وانا قلت هو ليه بيعد تاني؟ يلا يا حبيبي. اتفضل. ماشي كلكم جاهزين؟ انا حامل. والله هو بصوا الموضوع كان صعب بصراحه يعني انا كنت حاسس ان انا الباد ايفل اللي موجود في المكان كله. صبحي كان كل شويه عمال يبص لي ويقول لي انت بتشوه في صوره الناس، فكل الناس مضطهديني بشكل مش الطف حاجه، فكانت بيئه المجال اللي احنا فيه ما كانتش الطف حاجه بصراحه يعني ما كنتش حاسس ان ما كنتش مستمتع. بصراحة أنا كان عندي مشكلة كبيرة على طول مدار التحقيق، لأن أنا كنت حاسس إن في تفاوت كبير جدا في القدرات العقلية بتاعة المحققين. يعني في ناس يعني هو بصراحة أنا عايز أخص بالذكر يا عبوز، وأنا حسيت إن أنا وإنجي وكارن في حتة وعبوزه في حتة تانية ومأخرنا ويعني أنا شكيت إنه القاتل في وقت يعني ده حاجة متعبة بصراحة. فيا ريت يبقى كل المحققين التيم بتاع التحقيق كله في ليفل واحد.